رحلتنا النهاردة لواحد من أجمل المساجد في مصر، وبالتحديد في منطقة الدرب الأحمر، وهو مسجد الطنبغة المرداني. مين هو الطنبغة؟ ويعني إيه أصلا الاسم ده؟ وإيه قصة المسجد الجميل دوت؟ أنا محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ويلا بينا نحكي لكم حكاية النهاردة. الوصول للمسجد هنا سهل جدا، في كذا طريق، أسهلهم الوصول لباب زويلة والخيامية، ونخلي باب زويلة على شمالك، وأقل من دقيقتين مشي هتلاقي المسجد الجميل دوت في وشك. صاحب المسجد هو الأمير الطنبغة المرداني أو الطنبغة عبد الله المرداني الساقي، أحد أمراء السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون، وكان من مماليكه المقربين، وكان بيعمل في وظيفة ساقي الملك، وبعد كده اتزوج من بنت السلطان محمد بن قلاوون، واتدرج في وظائف كتير في الدولة. وبعد موت الناصر محمد خلفه في الحكم ابنه السلطان المنصور أبو بكر اللي سجن المرداني، ولكن السلطان المنصور نفسه اتعزل في نفس السنة على إيد أخوه الأشرف كوجك اللي خرج المرداني من سجنه. وبعد كده بيطلع المرداني على بلاد الشام كنائب للسلطنة هناك، وتوفى هناك عام 744 هجريا 1343 ميلاديا. ومعنى اسم الطنبغة دي كلمة تركي معناها الفحل أو الضخم، ودي كانت صفة كويسة معناها إنه قوي البنية وليست إساءة أو تنمر عليه. واسم المرداني نسبة للبلد اللي هو كان جاي منها، وهي مردين في وسط بلاد تركيا. اتعرفنا كده عن صاحب المسجد، نخش بقى على المسجد. المسجد هنا طبعا مبني على الطراز المملوكي، وكان المسجد مهمل جدا إلى أن تم ترميمه عن طريق المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. والمسجد هنا بيتكون من صحن مكشوف بيحيطه 4 زلات، وبتوسطه خزان مية، وده مش الخزان الأصلي بتاعه، ولكن دوت بيخص جامع السلطان حسن، وتم نقله بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. وتعتبر زلة القبلة هي أكبر زلة، وده شيء طبيعي في العمارة الإسلامية، وفيها المنبر والمحراب اللي بيعتبر تحفة معمارية زي ما احنا شايفين. وبالنسبة للعمدان هنا فأغلبها منقول من العمارة اليونانية الرومانية، وعندنا قاعدة عمود عليها نقوش مصرية قديمة كمان ترجع للعصر الفرعوني. المسجد إجمالا تحفة فنية، ومش هبالغ لو قلتلك إنه واحد من أجمل 10 مساجد في مصر من وجهة نظري. تعال زوره ووعد مش هتندم. وبس كده، كان معاكم محمد سعيد من قناة تاريختولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه إن الحلقة عجبتك، فمتنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تنورنا على القناة فمتنساش الاشتراك وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من حلقاتنا أول بأول. واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.